رحمة الله على روح. نعم. اريدك تستذكر لي انا ويا عطى هواي مواقف عندي. اي هواي. بايران سولف لنا والله واحد منهم. كون الناس ما تدري. الناس ما تدري بيدنا لا يدرون بهم. اي بس انه هواي والله هواي، لان اكثرهن تميل الى النكته. يعني ابو سعد الله رحمه الله عليه يعني عباره عن نكته وتمشي. نعم. نكته ولابس عقال وعباء. نعم. مرح جدا. هو كان شاعرنا الكبير يعني يتميز بهاي الروح هاي اللي عنده. وموسوعه ابو سعد، موسوعه بشكل مو رحمه الله على روحه. اكو اسرار عنده قد حتى ابنه ما يعرفها. ما اقدر اتطرق لها، لكن مثلا فد يوم رحنا انا وياه اشتريت جولف حديث. هاي بيا سنه؟ هاي ولا السقوط. اي جولف. قال نروح انا وياك، فمكتوب بعد ما جيت ناسات ما نعرف لها. ما كاتبين الرقم، كاتب العفو مو 1 2 3 4 الخامس تطيه، ما ادري ايش كاتبين. زين. فد حرف. زين. هاي بالجير؟ بالجير. انا رحت من بغداد للبصره على الرابع. زين الاخبار. فكان رحيم رحمه الله عليه ما رحنا بس انا وعطى. فمن رجعنا بالطريق هو جاي، هو من تمشي بالسياره يكتب. هو قمه كتاباته بالسياره. فمن كتب انا بعد ما له علاقه اسكت. وصلنا للبصره بالطريق قلت له ابو سعد ايش كتبت؟ قال والله سمير اسمع هاي زين قصيده بها بيت بكيت انا. الله. هو هم بكى عمت عيني. ما تتذكر شيء؟ اول قصيده ما ذكرها، بس القصيده عندهم بالبصره شعراء البصره يقولوا اللي دلن يا سعد ركن. الله على عويناته. يقول راح العمر سويت بيه واللي دلن يا سعد ركن. اذا تذكر هذا البيت من اشوف حفظ القصيده كلها. فرجعنا قلت لك انا بدايه الحلقه قلت لك انا اتمنى انه ما اروح المهرجانات اسمع ابيات من عندي واظل ساكت. فبوحده من المناطق بالبصره العزيزه واحد قرأ بيتين يعني صدر وعجز غير شكل. مرات صدر مو الي والعجز الي. زين. فكتبت طلعت ورقه وقلم كتبت مو ذاك الصبغ بس هن مصبوغات. خلنا نسترسل بيها استاذ. مو ذاك الصبغ بس هن مصبوغات. يعني هاي القصيده انكتبت على هذا قال لي بس لا تروح لا تنزل على العظم. قال لي انت حقك بس لا تنزل على العظم. نعم. لا قلت له ماكو شيء كتبت البيت ورحنا. انا بدي ارجع لك على الجير. زين. فرحنا نوب انا وياه ورحيم للديوانيه مهرجان للديوانيه. زين. فظليت امشي. رحيم عنده خبره. هاي تمشي على الرابع انت. قال لك انت موظفها؟ قلت له هاي حدا ما تمشي الطيبه زي ما قال انت ايش مطيب بس رابط الطيب خامس. انزل من عندها نزل رحيم الله يرحمه اخذها خامس طارت السياره. حتى انعجبت بسيارتي. قال لي ابو سعد قال لي هناني مبروك على الخامس. رحمه الله عليه. رحمه الله